السلام عليكم ورحمة الله. اسمي سهام جهاد وبغيت نهضر معكم اليوم على واحد الموضوع اللي تيهمني بزاف واللي انا كيضرني في قلبي بزاف وباغيه نهضر عليه. وكل مره كنحاول نهضر عليه اما كنتوقف لانه فت الوقت ديالي ولا تنكون ماشي في لا ليست ولا شي حاجه ولا هكا. ولكن اليوم الا حبسني شي واحد ما غاديش نتفاهم معاه. الموضوع ديالنا اليوم هو موضوع الحرب عن الارهاب اللي هي خلقوها لنا السياسيين المنافقين ديالنا واللي خلقت لنا الاف ديال الضحايا في العالم كامل. يعني حنا كنخليو حياتنا وولادنا وخدامينا وكنجيو لهنايا كل نهار لاننا حنايا كنوقفوا مع حريه التعبير والديمقراطيه. ولكن باش انني نخلي خوتي وخواتاتي يقمعوني ما عمرني ما غادي نقبلها. ومن فوق هذا الشيء ما غاديش نبقى نامن بالمصداقيه ديال هذا الموفمون ديالنا. يعني انا بغيت نهضر لكم على الدول اللي حنا عارفينهم ديكتاتوريات ومع ذلك نخلصوهم باش يكونوا حلفاء لينا. علاش وليت كنلقى راسي انايا بين الناس اللي تيفكروا غير على الفلوس فلوس فلوس وكينساوهم باللي كاين قضايا اكبر من هكاك بكثير. كنساو باللي حنايا السياسيين المنافقين ديالنا خلقوا واحد يعني سياسه خارجيه اللي خرجت على الاف وملايين في الدول العربيه اللي انا كنهضر بسميتهم دابا، وخلقنا منهم ضحايا ويعني قلبنا حياتهم راسا على عقب وما عندناش حنا الضمير باش نوقفوا هنايا ونهضروا عليهم وكنهضروا غير على ريوسنا. انا اليوم جيت كنهضر باسم الملايين في العالم العربي اللي هما تعتقلوا تغتصبوا وكيتعذبوا كل نهار بسبب السياسه الخارجيه ديالنا. كيفاش كنقدروا نعسوا في الليل وحنا عارفين باللي الناس كيتعذبوا باسمنا وحنا ما قادرين نديروا عليهم والو، وحنا عارفين باللي الملايين خلقنا ملايين من الناس وبعائلاتهم كلهم حياتهم تقلبات راسا على عقب. اكتشاف السر السري بتمارا لأن الولايات المتحدة عاونت أنها تبني وكتعاون في الإدارة ديالو واللي خلق آلاف وآلاف ديال الضحايا. كيفاش نقدروا حنايا نجلسوا هنايا ونفكروا في الفلوس وحنايا شوفوا حالتنا حنايا وشوفوا حالتهم هما وقارنوا بين الجوج. مشاكلنا حنايا صغيره بزاف بالمقارنه مع هذا الشيء هذا كامل. ونزيدكم كاينين دلائل بان الولايات المتحده متورطه في هذه القضيه هذه، وان شاء الله انا اتفقت مع الميديا اننا غادي نكتب واحد البيان اللي غادي نوري فيه كاع هاد الدلائل هادو. الله قولوا لي عافاك واش نتوما موافقين انني نكتب هذا البيان. ثاني حاجه اللي بغيت نوصلكم ليها هي انه الولايات المتحده ذكيه بزاف انها كتدي لحد الان الناس اللي كتشك فيهم كتديهم للمغرب باش انهم يتعذبوا، لان التعذيب حاجه غير قانونيه في الولايات المتحده، والولايات المتحده ما كتخرجش القانون في بلادها هي. وبغيت نهضر معكم على العائلات ديال هاد الناس اللي مقبوطين كيفاش كيتكرفسوا كيفاش كيعيشوا. شوفوا هذوك التصاور. انا باغي نحبس الحرب على الاسلام والحرب على الارهاب اللي خلقناها وهي لا اساس لها. بغيت نوصل لكم العذاب ديال هاد العائلات هادو ونعطيهم الحق ديالهم، لانه المغرب ما عمره ما كانوا فيه احداث ارهابيه حتى حنايا تبنينا هاد القانون ضد الارهاب اللي ما عرفت منين جا لينا من امريكان، ومن تماك وبداو عندنا حنايا يعني لي زاتونطا الارهابيين. بغيت نهضر على هاد العائلات هادو اللي ما عندهم حتى شي واحد يهضر عليهم الا الناس بحالي انا وبحال ناس اخرين اللي كيهضروا على الحق فين ما كان، وحتى شي جريده ولا حتى شي بلاصه الميديا ما قدرت تهضر على هذه حيت كلهم خايفين. واذا اي واحد هنايا غادي يقول لي باللي هذا الموضوع ما كيهمناش حنايا هنايا في اوكيباي باستن ما غادي يكون عندي معاه مشاكل كثيره. بغيت نقول للعائلات ديال المعتقلين بانه عمرني ما غادي نسكت وعمرني ما غادي نتخلى عليهم لا انا لا ناس اخرين، وباللي غادي نبقى نهضر حتى ان شاء الله الملفات ديال المعتقلين السياسيين كلها تعاود تحل وتعاود المحاكمه ديالهم من جديد في اطار واحد الهيئه المحكمه، واحد الهيئه قضائيه اللي هي في اطار واحد الهيئه قضائيه اللي هي مستقله ماشي تابعه للمؤسسه او الشخص. وهاد العائلات هادو تنقول لهم باللي غادي نكملوا المكافحه ديالنا وغادي نكملوا الطريق ديالنا. غوانتانامو باي خاصو يتسد، الحرب على الاسلام خاصها توقف،
والحرب من اجل المال، من اجل الفلوس، هي خصها توقف. وحنا كامريكيون خصنا نوضوا ونوقفوا ونديروا شي حاجه ونضغطوا على السياسيين ديالنا باش انه يوقفوا هذه الحرب الشنيعه على الاسلام. وهذا كل ما عندي ما نقول اليوم، وشكرا لانكم سمعتوني.